تأمل معي ما كان من أمر نعيم بن مسعود في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطر شديد هو وأصحابه، فلقد اجتمعت كتائب الشرك والكفر 10,000 مشرك اجتمعوا حول أسوار المدينة المنورة من أجل أن يبيدوا الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت العصيب قامت يهود بني قريظة بأحقر مؤامرة على النبي وأصحابه، خانوا العهد مع النبي وأرادوا أن يفتحوا أبواب المدينة الخلفية من أجل أن يدخل المشركون بعد أن عجزوا على أن يجتازوا الخندق الذي حفر لهم، فأرادوا أن يدخلوا من الباب الخلفي من أجل أن يقتلوا أصحاب الحبيب النبي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام يدعو ويجأر إلى الله عز وجل. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن السبب الأعظم في نصرة المسلمين في غزوة الخندق هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يدعو ويستغيث بالله جل وعلا. وفي ذلك الوقت يأتي نعيم بن مسعود الذي كان نديما وحليفا وحبيبا لكفار قريش وغطفان، وفي نفس الوقت كان نديما وحبيبا ليهود بني قريظة، ولم يعلم أحد بالإسلام، وجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإنه لا يعلم أحد بخبر الإسلام، فبما تأمرني؟ فقال له الحبيب المصطفى: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فقام نعيم بن مسعود وذهب إلى يهود بني قريظة وقال لهم: إنكم تعلمون أن القوم أي قريش وغطفان ليست الأرض أرضا لهم، وإنهم جاءوا لينتهزوا نهزة ويأخذوا ما يريدون من الغنائم ومن الأشياء الأخرى، ثم بعد ذلك ينشملوا أن يرجعوا إلى بلادهم ويتركوكم أمام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنكم لا طاقة لكم بمحمد. قالوا: فبما تأمرنا يا نعيم؟ قال: أمركم أن تطلبوا من قريش وغطفان أن يعطوكم 11 رجلا رهنا عندكم، فإذا ما انتهى القتال بينكم وبين محمد يبقون معكم حتى تضمنوا أنهم لن يتركوكم تقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال يهود بني قريظة: الأمر ما أشرت يا نعيم. وذهب نعيم في نفس اليوم إلى مشركي غطفان وقريش وقال لهم كلاما آخر، قال لهم: إن يهود بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد رجعوا في كلامهم ولم يدخلوكم من المدينة، وإنهم سيأخذون منكم 11 رجلا من سادة القوم ليعطوهم إلى محمد ليقتلهم ليعلم أنهم قد صدقوا في رجوعهم عن عهدهم معه. فقالوا: إذا فبما تأمرنا؟ قال: لو طلبوا منكم رهائن فلا تعطوه. قالوا: الأمر ما أشرت. وأرسل أبو سفيان وكان وقتها مشركا أرسل رجلين، رجلا من قريش ورجلا من غطفان، وذهبوا إلى يهود بني قريظة، وكان ذلك في يوم الجمعة. فقالوا: نريد أن نبدأ القتال في الغد. قالوا: غدا سبت ونحن لا نقاتل. قال: إذا فمتى نبدأ؟ قالوا: لن نبدأ قتالا معكم إلا إذا أعطيتمونا 11 رجلا من سادة القوم نجعلهم رهنا منكم. فنظر بعضهم إلى بعض فعلموا أن نعيم بن مسعود قد صدق في قوله معهم، فرجعوا فعرضوا الأمر على أبي سفيان فأبى. فلما أبى علمت يهود بني قريظة أن كلام نعيم بن مسعود أن كلامه حق، فخذل الله عز وجل بينهم وانشمروا جميعا وعادوا إلى بلادهم بفضل الله جل وعلا، كل ذلك بجهد رجل واحد يسر الله عز وجل على يديه نصره